السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة لما مع سعيدة. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم كيكه من الزمن الجميل بدون زبده وبدون الزيت، كيكه المحلبات ولا كيكه المخابز، وتقدروا تعتمدوها حتى كمشروع صغير بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا مشاريع صغرى في هذا الصيف هذا. هاد الكيكه جد مربحه واقتصاديه، ما فيهاش مكونات كثيره، كتجي تبارك الله قطنيه خفيفه كالريشه. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. قبل ما نبداو الوصفه ما تنساوش تنضموا لقناتي لما مع سعيده الى عجبتكم الوصفه، وما تنساونيش من واحد البصيمه، وعلى بركه الله. في الخلاط غادي نديرو 3 د البيضات بحراره المطبخ، غادي نزيدو كاس عنبه ديال السكر، وغادي نزيد واحد 8 غرام ديال السكر فاني، غنزيد شويه د الملح باش تجينا الكيكه بنينه، وجوج معالق ديال الكوك يكون نوع المزيان، وكاس ديال الحليب. كنجمعوا كلشي في الخلاط وكنطحنوهم مزيان تقريبا واحد دقيقه. كنطحنوهم هكا في الخلاط مزيان، وهكا الحبيبات اللي كيبانوا لكم هذوك راه ديال الكوك راه ما غاديش يطحن كامل. كنديروه باش كيطلق ديك النسمه وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. صافي هنا مباشره كنجيب واحد الزليفه ولا شي بانيو هكا اللي يكون واسع، شي حاجه اللي تقدروا تخدموا فيها. كنجيبوا هكا واحد الشبيكه وكنبدا نضيف في الدقيق. هنا غادي ندير الدقيق بنفس الكاس اللي درت به تقريبا الحليب. هذا الكاس هذا راه كياخذ لي عبار كاس عنبه. في المجموع ديال الطحين اللي غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الخاص بالحلويات. غربلوه ضروري باش كتنجح معكم الكيكه، غربلوا الطحين. وكنزيد 2 خمارات ديال الحلوى من وزن 8 غرام، في المجموع ديالهم 16 غرام. غادي نضيفهم كاملين وغادي نبدا في التحراك بهذا الشكل هذا غير بالطراب اليدوي. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. حاولوا ديروا المقادير مضبوطه كيف ما عطيتهم لكم. هاد الكيكه راها كتجي زوينه بزاف، كيكه عائليه، وكيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح في هذا الصيف هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا في الصيف. هاد الكيكه راها مربحه واقتصاديه بزاف، ما فيهاش مكونات كثيره، كتوجد معكم بثمن قليل بزاف ومربحه. غادي نستمر في التحراك على هذا الشكل هذا حتى يذوب ليا الدقيق، حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي يكون على هذا الشكل هذا. دوك الحبيبات اللي كيبانوا لكم راهم غير ديال الكوك. صافي هنايا مباشره كنجيب واحد المول. هذا المول في الطول ديالو 31 وفي العرض عندي فيه 21. انا درت هذا المول الكبير هذا باش ما تجيش الكيكه طالعه بزاف. نتوما بغيتوها تجيكم طالعه ديروها في مول اللي يكون صغير شويه على هذا. انا في هذا المول جاتني هي هذيك وجات الصراحه زوينه بزاف. غادي نخوي هذا الخليط كامل كما كتشوفوا كيكون ثقيل على هذا الشكل، ما ديروش خفيف، ديروه ثقيل على هذا الشكل هذا. غادي نوزع كامل الخليط ديال الكيك على هذا المول باش يجيني هكا مقاد. صدقوني راه كيجي رائع بزاف، كيجي لذيذ وكيجي قطني، غير جربوه راه كيجي لذيذ. صافي هنا من بعد ما قديته على هذا الشكل هذا باش يجي مقاد من الجوانب وكل شيء. انا الفران عندي فران غازي راني شعلته من قبل كيسخن. غادي نخلي هذا الكيك هذا وغادي نقص عليه وغادي نحطو غير في الطبقه الوسطانيه وغنشعل عليه غير لتحت حتى يبان لينا الكيك تحمر من الجوانب وطلع. عاد غادي نشعل عليه الفوق باش يتحمر. وهنا الكيك تبارك الله من بعد ما طاب خرج على هذا الشكل هذا، خرج محمر وطيب مزيان، كيخرج تبارك الله رطب على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا كيجي واحد الكيك اللي رائع وطالعه منه الريحه غزاله مع ريحه الكوك. كيك جد رائع واقتصادي في متناول الجميع. هنا غادي نحيدو من هذا المول هذا، درتو في هذه الصوينيه تبارك الله. شوفوا كيفاش جا خفيف كي بحال الريشه ورطاب كي بحال القطن. شوفوا تبارك الله كيك ناجح 100%. هنايا غادي ندهنو بالمربى ديال الليمون. انا الصراحه المربى راه سالات ليا، طيبت واحد 2 ليمونات طيبتهم مزيان على شكل مربى، وهما باش غادي ندهن حيت انايا تقادت ليا ديك المربى اللي عندي، والصراحه انا ما كتعجبنيش هذيك اللي كتباع في الزنقه، سالات ليا ديال الدار. وهكا درت واحد 2 ليمونات طابو باش دهنت هكا الوجه ديال هاد الكيكه هذا.
تقدروا دهنوا حتى بالعسل الا بغيتوا. غادي ندهنوه مزيان على هذا الشكل. ركزوا على الجوانب باش يشد لكم فيهم هكا الكوك، وحاولوا ما تكثروش المربى بزاف. هكا انا راه كثرتها باش ما تهزش لكم الكيكه بزاف ديال الكوك. تبارك الله، كيكه اكثر من رائعه، اقتصاديه في متناول الجميع. صافي هنا مباشره غادي نبدا ندير الكوك. حاولوا تاخذوا الكوك اللي يكون مزيان، ما تاخذوش داك الكوك اللي كيكون صفر. خذوا هذا الكوك اللي كيكون هكا بيض وحرش وكيكون شويه مزيت وتتكون فيه الريحه ديال الكوك مجهده. كاين واحد النوع ديال الكوك اللي ما زويناش، كيكون تتكون ريحته بحال ريحه الزيت قديمه. حاولوا ملي تمشيو تاخذوا الكوك عند العطار تقولوا ليه يعطيكم الكوك المزيان اللي كيكون لونه ابيض. هنا من بعد ما درت ليها كامله الكوك على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، غطيت لها الوجه ديالها بالكوك. غادي نقطعها هكا مربعات ولا قطعوها باي طريقه نتوما بغيتو. تبارك الله، راه كتجي واحد الكيكه اللي خفيفه ورطبه كالقطن، والمذاق ما نقولش لكم كيفاش جا رائع بزاف. كيكه اقتصاديه في متناول الجميع، مشروع جد مربح. جربوا الكيكه راه ما غاديش تندموا عليها. اللي وصل معايا حتى لهنا في الفيديو ما ينساش يدير لي واحد اللايك، واللي اول مره يدخل القناه ديالي وعجباتو ما ينساش يشترك عندي في القناه باش يوصلوا كل جديد. طبعا الى عجباتو القناه ومرحبا بكم. حاولوا تشجعوني في هذه القناه هذه، ديروا لي اللايك، بارطاج مع الاصدقاء والعائله باش كلشي يستافد من الوصفات. كنقطعها كامله على هذا الشكل. شوفوا تبارك الله هاد الكيكه كيفاش جات رائعه بزاف. كيكه بلا حزاره، بلا كثره المقادير، بلا تماره. كتجمعوا كلشي دقه واحده في خلاط كهربائي وكتخلطوا وكتحصلوا على واحد الكيك اللي رائع، قطني خفيف كالريشه، في نفس الوقت لذيذ واقتصادي في متناول الجميع. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا الكيك بهذه الطريقه، راه كيجي لذيذ بزاف وكيجي اقتصادي. واللي اول مره يدخل القناه ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. طبعا الى عجبته القناه ما تنسونيش من واحد البصيمه. شكرا لكم بزاف على المتابعه الفيديو، وحتى لهنا كينتهى الفيديو ديالنا. كنتمنى ينال اعجابكم، ومع السلامه. نتلاقى معكم في فيديو جديد باذن الله تعالى.